الحديث الأول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. المعنى: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا في كلامه، ولم يكن السب والكلام الفاحش طبعه وقصده، وكان يقول: إن أفضلكم عند الله أحسنكم خلقا. الدروس المستفادة من الحديث: كان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب أجمل وأعلى خلق، ولأن خلقه كان النموذج الأعلى وصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني إنك على خلق كبير وعظيم. لو تنظرون إلى كلمة أحسن فإن معناها الأجمل وليس الجميل فقط. الحديث الثاني: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. المعنى: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أجملهم خلقا وعملا، وإن أحسنكم فيما بينكم أحسنكم معاملة لنسائهم. الدروس المستفادة من الحديث: ولا يكتمل الإيمان حتى يكون معه أحسن الخلق. أحسن المؤمنين إيمانا وأكملهم عند الله هو أحسنهم لنسائهم وأولادهم وأقربائهم. الحديث الثالث: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المعنى: يبلغ المؤمن بسبب أخلاقه الحسنة درجة الصائم الدائم ودرجة من يصلي قيام الليل دوما ولا يتركه. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث فيه حث وتشجيع كبير بالتخلق بالأخلاق الحسنة. الحديث الرابع: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المعنى: إن الله بعثني لأكمل الأخلاق الحسنة. الدروس المستفادة من الحديث: العمل الرئيسي لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هو تأسيس وتكملة الأخلاق. الحديث الخامس: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المعنى: المسلم الحقيقي هو الذي يسلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر هو الذي يهجر كل ما نهى الله عنه. الدروس المستفادة من الحديث: كل من يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده لا يعتبر مسلما أو أن إسلامه غير كامل. الحديث السادس: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. المعنى: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله من يكون مسامحا وسهلا عندما يبيع وعندما يشتري وعندما يطلب حقه. الدروس المستفادة من الحديث: في الحديث أهمية المسامحة والعفو، ويجب أن تكون في كل مجالات الحياة حتى يستحق صاحبها رحمة الله وتكون الحياة أجمل وأحلى. الحديث الثامن: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه
فوق 3 أيام. المعنى: لا يبغض بعضكم بعضا، ولا يحسد بعضكم بعضا، ولا يعرض أحدكم وجهه عن أخيه ويقاطعه، وكونوا عباد الله إخوة في الله. ولا يحل لأي مسلم أن يقاطع أخاه ولا يكلمه أكثر من 3 أيام. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يحرم مجموعة من الصفات السيئة، ويقول لا يجوز لمسلم أن يتصف بها، وهي بغض المسلم وحسده ومقاطعته وأذيته وظلمه. الحديث 9: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. المعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات: ألا أخبركم بأكبر المعاصي وأعظمها؟ قلنا بلى يا رسول الله أخبرنا. قال: أن تجعل لله شريكا، وعقوق وإيذاء الوالدين. وكان متكئا على جانبه فجلس. ألا والكلام الكذب، ألا والشهادة الكاذبة. وكان يكررها كثيرا حتى قلنا ليته سكت. الدروس المستفادة من الحديث: كبائر الذنوب كلها ليست بنفس المستوى، فهناك كبائر أكبر من الأخرى. أكبرها هذه 3: الشرك بالله، وهي كبيرة وعظيمة وخطيرة، ولا يوجد ذنب أكبر من هذا. وأن تؤذي الوالدين وتعصهما، فهذا ذنب كبير جدا. والكذب والشهادة بالكذب فهي من أكبر الكبائر. وجاء في حديث آخر أن المسلم لا ينبغي له أن يكذب أبدا. وهذه الصفات 3 هي الأسوأ بين الذنوب. الحديث 10: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. المعنى: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سب المسلم وشتمه ذنب وفسق، وقتاله بسبب إيمانه كفر. الدروس المستفادة من الحديث: سب المسلم وإظهار عيوبه عمل شنيع عند الله، لأن الإنسان المسلم مكرم عند الله. الحديث 11: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. المعنى: علامة المنافق 3 صفات: إذا تكلم كذب، وإذا أعطى وعدا أخلف، وإذا أعطي أمانة خانها. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث ذكر 3 علامات من علامات المنافقين، وهي الكذب، وعدم الالتزام بالوعد، وخيانة الأمانة. يجب أن نعلم أن هذه الصفات 3 تجعل من الإنسان أن يكون مكروها وقبيحا عند الناس، وتوصله إلى أسوأ حالة، فيجب أن نبتعد عنها. الحديث 12: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. المعنى: لا تستصغرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك المؤمن بوجه بشوش ومبتسم. الدروس المستفادة من الحديث: البشاشة صفة جميلة جدا، ولو أنها عمل يسير لا يحتاج إلى صرف الأموال. الحديث 13: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. المعنى:
احفظوا أنفسكم من أن تصيبكم نار جهنم ولو أن تتصدقوا بشق تمرة وإن لم تجدوا هذه فبالكلام الطيب الجميل. الدروس المستفادة من الحديث: الصدقة والعطاء من الأعمال الجليلة العظيمة، وهي سبب يمنع الإنسان من الدخول في نار جهنم. الحديث الرابع عشر: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المعنى: الحكام الذين يحكمون بالعدل هم عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، هم الذين يحكمون بالعدل في أهليهم وفي أي قضاء يولون عليه. الدروس المستفادة من الحديث: يحب الله تعالى العادلين، إن الله يحب المقسطين، والرسالة الأساسية للرسل هي العدل. الحديث الخامس عشر: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. المعنى: يقول الله تعالى: أنا عند ظن العبد بي، فإذا ظن العبد بي خيرا فأعطيه خيرا، وإذا ظن العبد بي شرا فأعطيه شرا. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يحثنا على الظن بالله تعالى خيرا، ونبتعد عن سوء الظن بالله، لأن هذا أمر كبير أمام الله تعالى. الحديث السادس عشر: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. المعنى: لم يعطي الله أحدا عطاء بأفضل وأحسن من الصبر. الدروس المستفادة من الحديث: لا يوجد عمل أفضل وأوسع خيرا من الصبر والتحمل، لأن الصبر أساس لكل الأعمال، وكلها لا تكون بدون الصبر. الحديث السابع عشر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. المعنى: البائع والمشتري هم أحرار ولهم الخيار في أن يرجعوا عن المعاملة ويفسخوها بشرط أن لا يفترقا، وإذا كانوا صادقين ولم يخف أحدهما عن الآخر شيئا فسيبارك الله في البيع والشراء، وإن كذبا أو أخفيا شيئا فإن البركة تخرج من بينهما وتزول. الدروس المستفادة من الحديث: الصدق مهم جدا في البيع والشراء، فعلى البائع أن يبين العيب والنقصان في المبيع. الحديث الثامن عشر: كل معروف صدقة. المعنى: كل معروف وإحسان يحسب صدقة. الدروس المستفادة من الحديث: العمل الصالح أو الكلام الطيب يجب أن يكون الدافع من ورائهما النية الصادقة والخير، وأن يكون في الله. الحديث التاسع عشر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. المعنى: كل من دل غيره على عمل الخير فإنه يكتب له أجر من عمل بهذا العمل. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يذكرنا بفضل كل من يدل غيره على الخير أو يعين الناس على عمل الخير. الحديث العشرون: من أحب أن يبسط له في رزقه
وينسأ له في أثره فليصل رحمه. المعنى: من أحب أن يوسع الله عليه رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه. الدروس المستفادة من الحديث: التواصل مع الأقرباء، صلة الرحم هو عند الله عمل عظيم، ولهذا كان ثوابه كبيرا. الحديث 21: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. المعنى: أي إنسان لا يرحم غيره فإن الله لا يرحمه أيضا. الدروس المستفادة من الحديث: الرحمة صفة من صفات الله تعالى. يقول بعض العلماء: الرحمن أكبر صفة واسم لله تعالى. الحديث 22: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المعنى: مثل المؤمنين فيما بينهم في المحبة والتراحم والتعاطف مثل الجسد إذا أصاب أحد أعضائه مرض فإن بقية أعضائه يصيبه السهر والحمى. الدروس المستفادة من الحديث: الإيمان الحق يثمر الأعمال والصفات الجميلة ويثمر المحبة والأخوة. الحديث 23: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. المعنى: إذا ولي أحد أمر المؤمنين وقيادته ولم يجتهد لهم في أمورهم ولم يكن مخلصا وناصحا لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث تهديد واضح للسلاطين والحكام الذين يغشون أمتهم ويخونونهم ولا يقومون بخدمتهم. الحديث 24: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعنى: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الدروس المستفادة من الحديث: يجب أن يكون إيمان المسلم دافعا على أن يحب لأخيه المسلم ولأخته المسلمة ما يحبه لنفسه، لأنه بدون ذلك يكون إيمانه ناقصا، فمن يقبل منا أن ينقص إيمانه. الحديث 25: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. المعنى: أنا مع الذي يقوم بكفالة اليتيم وترتيب أمور حياته في الجنة مثل هذين الأسبوعين. أشار بأصبع الشهادة والوسطى وفرق بينهما شيئا. الدروس المستفادة من الحديث: كفالة اليتيم ليست بالمال فقط، بل تربيته تربية صحيحة نوع آخر مهم من أنواع كفالته، ونصحه وتعليمه نوع من أنواع كفالته. الحديث 26: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. المعنى: لا يوجد في يوم القيامة أثقل من الخلق الحسن، وإن الله يبغض كل فاحش الكلام وبذيء اللسان. الدروس المستفادة من الحديث: لا يوجد بعد كلمة الشهادة عمل أثقل من الخلق الحسن يوم القيامة، إذن لنثقل ميزان أعمالنا الحسنة. الحديث 27:
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. المعنى: أفضل الجهاد هو أن تقول كلمة الحق أمام سلطان ظالم. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يقول لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. الحديث 28: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المعنى: كل واحد منكم لديه مسؤولية أمام من يرعاهم، وكلكم مسؤول عمن يرعاهم، والحاكم مسؤول، والرجل مسؤول أمام أهله وماله، والمرأة مسؤولة أمام زوجها وأطفالها. إذن كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عمن تحت أيديكم ورعايتكم. الدروس المستفادة من الحديث: الوالدان لديهم مسؤولية كبيرة وواجب عظيم، ولذلك اختص الحديث بذكرهما، وعليهم واجب ومسؤولية كبيرة في أن يربوا أبناءهم وبناتهم على أجمل وجه، ويحموهم من جميع المخاطر، ويبعدوهم عن الانحراف والصديق السيء، وواجبهم أن يعلموهم القراءة والعلم والأخلاق الحميدة. الحديث 29: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المعنى: إن جبريل كان يوصيني على الدوام بالجيران حتى ظننت أن الجيران يكون وارثا لجيرانه. الدروس المستفادة من الحديث: تعظيم حق الجار حتى وصل الأمر إلى حد الوصية وتكرار الوصية، وهذا أمر إلهي يبلغه جبريل. الحديث 30: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. المعنى: اليد التي تعلو وتقوم بالتبرع والصدقة أفضل من التي في الأسفل، وابدأ بالتبرع لمن هم عليك نفقتهم، وأفضل الصدقات ما كانت عن طريق الغنى، والذي يبحث عن العفاف والطهر يعفه الله ويطهره. الدروس المستفادة من الحديث: اليد التي تعلو وتتصدق أفضل من التي في الأسفل وتأخذ الصدقات، فلنحاول أن تكون تلك اليد التي تتصدق، وعلينا أن نشكر الله أننا من الأيادي التي تتصدق، فالسخاء والصدقة من الأعمال العظيمة والخصال الطيبة. الحديث 31: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. المعنى: إنك ما أنفقت نفقة وتريد بها وجه الله إلا أثابك الله بها، حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك. الدروس المستفادة من الحديث: أفضل الصدقات التي يتصدق بها المؤمن هي ما ينفقها الرجل على زوجته وأطفاله، كما جاء في أحاديث أخرى. الحديث 32: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
المعنى: احفظوا أنفسكم من الظلم، فإن نتيجة الظلم هي ظلمات في يوم القيامة. واحفظوا أنفسكم من البخل والطمع الكثير، لأن البخل والطمع الكثير كان سبب هلاك كثيرة التي كانت قبلكم، حملهم على سفك الدماء والقتل واستحلال ما حرمه الله تعالى. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يطلب منا الابتعاد عن عملين وصفتين سيئتين وقبيحتين، هما الظلم والبخل، ونبدلهما بالعدل والسخاء والصدقة ونتحلى بهما. الحديث 33: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. المعنى: يقول جرير بن عبد الله: عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أقيم الصلاة بشروطها وأركانها، وأن أعطي الزكاة، وأن أكون ناصحا مخلصا لكل مسلم. الدروس المستفادة من الحديث: في الحديث أهمية النصيحة ومقامها حين ذكرت مع ركنين عظيمين، والقيام ببيعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. الحديث 34: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. المعنى: قال سلمان لأبي الدرداء: إن لله عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجتك وأولادك عليك حقا، فعليك أن تعطي كل صاحب حق حقه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك فقال: صدق سلمان. الدروس المستفادة من الحديث: ليست الأعمال الجليلة بأن تعطي حق البعض وتهمل البعض الآخر، يجب أن تحافظ على التوازن، وأن تعطي حق الله والزوجة والأولاد، ولا تنسى حق نفسك أيضا. الحديث 35: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المعنى: المؤمن القوي أحسن وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف العاجز، وفي كل خير، احرص على الشيء الذي ينفعك واجتهد له، واطلب العون من الله، ولا تكن عاجزا يائسا، وإذا أصبت بمصيبة فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل قل إن الله قدر لي هذا بمشيئته، فما يريده يفعله، لأن قول لو أني يفتح لك بابا لوسوسة الشيطان وأعماله. الدروس المستفادة من الحديث: المسلم القوي هو صاحب الإيمان القوي، وصاحب الجسد القوي، وصاحب العمل القوي الحسن، وصاحب الهمة العالية والصبر، وصاحب الإرادة والهمة القوية، وصاحب اليقين القوي، ولا تهبط المصائب معنويته. الحديث 36: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. المعنى: هناك ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله تعالى ولا يطهرهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، وأعد لهم عذابا أليما: الشيخ الزاني، والسلطان الكاذب، والفقير المتكبر. الدروس المستفادة من الحديث: الزنا والكذب والتكبر من ذنوب الكبائر،
ومن الأعمال الشنيعة، ولهذا يعاملهم الله بهذه المعاملة. الحديث 37: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. المعنى: كل من يقول لغيره يا كافر ويا عدو الله ولم يكن كذلك فإن هذه الكلمات ترجع عليه، يعني يكفر بها نفسه أو تكون بها عدو لله. الدروس المستفادة من الحديث: هذا الحديث يحذرنا من أن نكفر أهل الإيمان من المسلمين، وعلينا أن نبتعد عن هذا الفكر المنحرف الذي يكفر المسلمين. الحديث 38: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. المعنى: احذروا وابتعدوا عن الحلف الكثير عند البيع والشراء، فإن الحلف يكون سببا لبيع السلعة لكنه يكون سببا لذهاب البركة أيضا. الدروس المستفادة من الحديث: الحلف بالصدق عند المعاملة مكروهة، لكن الحلف بالكذب ذنب عظيم، لذا على الإنسان المؤمن أن يترك هذا الأمر. الحديث 39: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المعنى: إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه للعدو، كل من كان في قضاء حاجة أخيه كان الله في قضاء حاجته، ومن فرج عن كربة وضيق أخيه فرج الله عنه كربته، ومن ستر مسلما وأخفى أسراره ستره الله يوم القيامة ولم يفضحه بين الخلائق. الدروس المستفادة من الحديث: إذا أخرجت أخاك من ضيق يلم به فإن الله سيخرجك من أزمات وأهوال يوم القيامة، انظر كم أجره عظيم. الحديث 40: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. المعنى: إن الله عز وجل يظل 7 أصناف تحت ظل عرشه يوم القيامة حين لا يوجد إلا ظله سبحانه، وهؤلاء هم: الحاكم العادل، وشاب منذ بداية شبابه نشأ وترعرع في عبادة الله، ورجل قلبه معلق ببيوت الله، ورجلان يحبان بعضهما البعض في الله يجتمعان ويتفارقان على هذا، ورجل تناديه امرأة ذات جمال وغنى ومنصب إلى العمل الفاحش ويرفضها ويقول لها لا أفعل أنا أخاف الله، وشخص يتصدق بصدقة فيخفيها حتى أن شماله لا تعرف بصدقة يمينه، ورجل يذكر الله وحيدا وعيناه تذرفان من خوف الله. الدروس المستفادة من الحديث: بسبب هذه الأعمال العظيمة والصفات الحميدة لهؤلاء 7 كرمهم الله بجزاء وثواب في هذا اليوم العصيب.